ضيف العزيز النهارده في اسكندريه، ورايح اقابل صديق يعني بقابله في السنه مره، يعني كل سنه ممكن اقابله مره ولا حاجه. فيلا بينا كده. وصلنا الله، انا مش متوقع المكتبه تبقى حلوه كده. عشان انت بتسمع الكلام. ايه رايك؟ ايه بتقول له؟ في رأيي مالك؟ حابب اقول لكم يا جدعان، الواد ده انا بقابله في السنه مره او مرتين في السنه كلها. احنا لسه متقابلين يا الاسبوع جدعان اللي من فات، 3 بس ايام. لسه قلت الاسبوع اللي فات. وانا جاي اقول لك النهارده اخيرا بقى، لسه هبدا دراسه في شهر 11. يا نهار اسود، لسه تبدا بالتاني. انت كده انت ده ياما. خد بالك مش من هنا المفروض نمشي، بس يلا بينا. والله بس عادي، مش فارقه. لسه. اوف، سمعت الكلام؟ لا ولا من فوق. تصدق انت اخر مره جيت المكتبه من امتى؟ انا ما جيتش المكتبه دي قبل كده. تخيل انك من اسكندريه وجيت المكتبه. اول مره والله. انا دي اخر مره دخلتها كان وانا عندي سنه رابعه. ما انت كنت بتقول لي ده انا. يا جدعان ده انا، ايه التحفه ده؟ ايه ده؟ في كده مش لسه حاجه. تعال كده. انت عارف دي عطيه ولا لا؟ دي مطبعه اول مطبعه في التاريخ. صح؟ انا ما اعرفش انها مطبعه. معلش انا عايزك تقول لي انت قلت تاني كده. معلش. دي نماذج من صناديق الاحرف. صناديق الاحرف دي بقى ايه؟ كانت الاحرف دي بتتحط في المطبعه، تمام، ويبقى عليها حبر. ده جد ولا هبد؟ اكيد هبد. دي بقول لك ان انا عندي اول اسبوعين في الدراسه سايكاتري. بس اكيد مش بالشكل ده يا عم. اكيد يعني مش كده. انا عايز اقول ان عطيه ضيع الكتاب، او مش ضيع الكتاب، هو بيدور على كتاب بقاله ده ساعه بيدور على الكتاب ومش لاقيه. وصلنا. لقيته؟ وصلنا. لا احنا لازم نشوفه بقى. طب الاسنان في الحضاره الاسلاميه. احنا بقالنا ساعه بندور على ده. اه وري كده. انت مستهزئ ده يا ابني. شكله حلو. هات بقى الكتاب اللي انا جبته. ده اسمه الطب عند العرب والمسلمين، تاريخ والمساهمات. ده في الحضاره الاسلاميه كلها. كان في حد على فكره كان على اليوتيوب، بس هو اجنبي، يعني هو مش اجنبي، هو مسلم بس بره، عايش بره يعني. كان بيتكلم على الطب في الاسلام ده. كان شاطر كامل. انا بقول لك عليه هو برضه، يعني لو حد يعرف. اول ناس عامله جراحات. مش كده، مش جراحات، لا ده علم تاني، يعني علم تاني غير الطب الحديث. الغي. اي موضوع يعني ماشي. جبنا كتاب طب الاسنان الوقائي الاولي. انا الكتاب احلى حاجه فيه بقى كان فيه الفرش. الطب عند العرب والمسلمين. كان في شابتر كده في الفرش، يعني شكل الفرش يبقى عامل ازاي، مش عارف ايه. فانا عايز اقرا في الحته دي. انا عايز اقرا الطب مهم يعني. وطب الاسنان من نظره العرب والمسلمين، فاهمني؟ ده علم تاني في الحضاره الاسلاميه بقى. ده كله ده طب الاسنان في الحضاره الاسلاميه. يلا بينا بقى. اقول يا اللي فاهم يا ابو قناه. اقول انا بص. ماشي. عاملين زي اللي بيسرقوا. بنصور في المكتبه من ورا الناس. اقسم بالله لو بتاعنا شفنا علقنا. اصلا غالبا هم قفلوا المكتبه علينا. يلا بسم احنا بس بنتكلم بنصور فيديو عادي، مش لايف. احنا بنصور عادي. ماشي. يوم لذيذ شيق مع اخي وحبيبي. نلتقي العام القادم عشان ده فعلا النهارده اخر يوم. يلا في اخر يوم، بس احنا هنلعب بلاي ستيشن. وانا هموت وانام. انا مش قادر امشي. لو ما لعبناش بلاي ستيشن حمو هيزعل.
اه بقول لي جاي في الاخر عامل له ايه؟ انا كده عندي شغل مش زي وزيك عطله. مش عرضية بقى. اه يوم اعطيه صراحه 10 من 10. يوم حلو، شكلنا هنتخبط النهارده ومش عارف. اه اليوم هيبقى 10 من 10 فعلا. 10 من 10 ونجمة يا ام جاسم. يلا. انا اخر مره قعدت بلاي ستيشن السنه اللي فاتت ها، فيعني بالراحه عليا. ابني ما بعرفش العب، هو اللي بيعرف يلعب. هنشوف دلوقتي. تعالى المكتبة اقسم بالله. يا نهار ابيض. طلبتنا ولا ايه؟ الحمد لله يعني رجعنا البيت بأمان وكان الطريق يعني سفر 3 ساعات من هناك لحد جوه مصر هنا، حوالي سفر 3 ساعات يعني، بس مش مشكلة. وصراحة اليوم كان يستحق يعني. وصراحة قبل ما أقفل الفيديو كده كنت عايز أتكلم عن حاجة حلوة، يعني حاجة صراحة بالنسبة لي حلوة أوي وبحبها وبتريحني بشكل عام. إن نوعية الصحاب اللي أنت مش لازم تكلمه كل يوم عشان تثبت له إنك أنت بتحبه أو بتعزه. يعني أنا وعطية ده ممكن نادرا ما بنتكلم أصلا واتس، وبالرغم كده لما بنتقابل في السنة يجي مرتين أو 3 مثلا في السنة، لما بنتقابل بنقعد نرغي رغي كأن آخر مرة قابلته كان امبارح. ده مش معناه إنك متكلمش صحابك أو حاجة زي كده، لأ، بس نوع العلاقات إن أنا مش محتاج أكلمك كل يوم عشان أثبت لك إني بحبك، ده بيبقى مريح. وبحس إن ديت نوعية الصداقة اللي بتدوم. يعني أنا أصلا كنت في الأول في العالمين، في صيدلة في العالمين، وبعدين حولت بشري هنا في المنصورة الجديدة. أنا هو كنا مع بعض الصيدلة، هو حول من صيدلة الأسنان. لما سيبنا بعض وكده تكاد تكون علاقتي مع معظم صحابي اللي هناك في العالمين تكاد تكون يعني مش موجودة دلوقتي، ما عدا محمد عطية، وكان برضه هناك من أعز صحابي يعني، وكان ليه صحاب كتير هناك. بس هو بالذات اللي كمل، لأن هو في الحتة ديت اللي هو إيه، مش محتاج أكلمك كل يوم عشان أثبت لك بحبك، لما أجي لك اسكندرية ونتقابل خلاص. فصراحة اختاروا نوعية الصحاب دي، يعني لما تيجي تختار صاحب اختار نوعية الصحاب ديت، بيبقوا مريحين وبتبقى مستريح بشكل عام يعني. ونداء لصديقي لو شفت الفيديو ده انا نزلت فيديوهات اهوت والسلام عليكم.